هنعمل وصفة جميلة جدا ومغذية جدا، وان شاء الله رخيصة برضو، يعني مش رخيصة، قليلة التكلفة ان شاء الله. هنعمل الكوسة بطريقة جميلة وسهلة، ونقول ايه ممكن نضيف لها تاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدأ وصفتنا. انا هعملها في الفرن، فهعملها في صينية. تحطي المادة الدهنية اللي انت حباها، زيت، سمنة، المادة الدهنية اللي انت حباها. وبتحطي فيها، هنحط فيها البهارات بتاعتنا: فلفل اسود وجنزبيل ورشة قرفة وحبهان وزعتر وبردقوش. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ورشة كركم كده عشان بس الأجنحة، و... وكاري لو موجود. مفيش اي حاجه موجوده يعني، في حاجه ناقصه من الحاجات دي عادي مش مشكله. انا حاطه الكركم والكاري بس عشان خاطر الاجنحه يديها طعم حلو. والاجنحه دي انا بجيب فرختين وبخليهم، وباخد الاجنحه منهم فرختين 3 زي ما انا عايزه اوظفهم او اشكلهم ايه. وبشوحهم كده في البهارات